كيف الشباب؟ نحن هلا ما بعرف اذا بدي لكم ويلكم على ستريم ولا ويلكم على اليوتيوب فيديو، لانه نحن هلا حاليا طالعين ستريم على يوتيوب، والشباب طلبوا مني اني اخبرهم قصه انه كيف انلقطت اني عم دخن من اهلي. حبوا الشباب اني اخبرهم كيف، قلت لهم خليني اخليها لشي فيديو يوتيوب. قاموا قالوا لي لا، بتساوي هلا فيديو نحن وعلى ستريم، بتخبرنا وبترجع بتاخذها كليب وبتنزلها على يوتيوب. والله خيكم الوادز ما كذب خبر، في مول قريب من بيتي اسمه ابي سي مول، اوكي؟ فبتذكر بال 2019 هيك شيء صرت انزل انا ورفقاتي، التقيت انا ورفقاتي وكنا قرفانين يعني من هالحياه، ما بعرف من شو كنا قرفانين، كل واحد تاركته صاحبته عايفين الدنيا. صرنا ننزل ورا على ابي سي هيك بال 2019، وكان فيك تتجمع يعني البوط تحت وهيك وكلياتنا سوا، فبتعرف انه كل واحد يصير يضيف سيجاره ما يضيف سيجاره. فهونيك يعني كنا انا ورفقاتي، رفقاتي كان بعدهم ما بدخنوا، بس انه بدهم يبلشوا يدخنوا، فجيت انا مثل افتريت عليهم انه ليك سليم يلا امشي ندخلنا سيجاره. فصرنا والله كل جمعه وسبت ننزل على ابي سي وندخن، ما دخن بالبيت، ندخن كل جمعه وسبت. ضلينا على هالحال يمكن شي مده شهر شهرين ثلاثه، والله ماني ذاكر يعني، بس ما كنت دخن بالبيت. بعدين خلص وصلت لنقطة انه خلص خيي بدي احمل علبة وكذا، عرفت شو بدك تحمل علبة معك يعني. بتذكر بهذيك الايام كنت اشتري علبة من حد المول، لا بتذكر كنت دخن 4 5 سواقير ماكسيموم بين نهار الجمعة ونهار السبت. صرت لنقطة قلت خلص خيي بدي يصير انا احمل علبة، والله فوتها على البيت وخلص بدي يصير دخن بالبيت يعني. فوالله خيكم الوادز ما كذب خبر، هديك نهار رحت واشتريت علبة وقلت يا صبي لا ما حكبها. بتذكر بعدني بتذكر كان العلبة حقها 2500 ليرة، فصرت اطلع على البيت والله احط هالعلبة، روح مثلا والله كان عندي او مش كان عندي، بعدها عندي هيدي البرندة مثل هيك برندة صغيرة مفروض انه نحط فيها مثل زراريع، بس ما حاطين فيها زراريع، فبوقف انا عليها وبدخن السيجارة بشلفها لبرا يعني. اكيد ريحة ايدي كنت انتبه انه والله عم تطلع دخان كذا، ففوت دغري اطبش انا حمام وغسل ايدي واتعطر وعرفت كيف اخفي الريحة بالمرة. فمن بعد هيك كم مرة صرت عم دخن بالبيت، كان بيي اجا من السفر، خلص بيي يعني صار بلبنان، فانا قلت بس هيدي هي. فهونيك نهار قلت خلص ما زال بيي هون، خلص يعني بحط بيي وامي وبدي خلص خبرهم انه انا خلص ابنكم عم بدخن يعني، عرفت شو؟ لا وعم يحمل علبه كمان. فانا شو كنت اعمل؟ كنت مثل انه بدي اخبرهم بس انه ما بدي اخبرهم يعني، مثل مستحي منهم، بضل في يعني ليك ولو انه كنت عم بدخن بضل انه في هيدا الحياه هيدا الاستحى يعني، ما فيك تروح يعني، او اتليست بالنسبه لي انا ما كان فيني اروح والله لعند اهلي اقول لهم ليكو والله انا عم دخن وخلص تقبل الموضوع. انا كان هذا الموضوع عند اهلي خط احمر يعني بالمره، واهلي هيك كونه انا اول ولد يعني ما بيتساهلوا ابدا بالامور. شو صرت ساوي؟ صرت مثل انه لمح لهم. كيف لمح لهم؟ بس ما لمح لهم بالحكي، لمح لهم يعني بالتصرفات. فانه مثلا انا كان في بالزمانات قايل لي انه ما تدخن بالحمام، اذا بدك تدخن ما تدخن بالحمام عشان اهلك بيكشفوك، فانا صرت ادخن بالحمام. صرت مثلا فوت مثلا دخن سيجارتي تطلع ريحه ايدي دخان وهيك بين الاصابع وكذا، بس ما غسل ايدي، عرفت شو؟ او انه ما حط ريحه وهذا لحتى يشموا علي ريحه دخان. او مثلا نكون لما نجتمع مثلا العائله كلياتنا يطلع فيني جدي يقول لي هيك، يجي جدي ليضيفني سيجاره، عرفت شو؟ انا بقول انه جدي هو اول واحد حس انه انا عم دخن، لانه جدي طريقته كيف بدي اقول لك يعني بالحكي، او انه مثل ليكشفك مثل بصير بضيفك الشغله او مثل بلمح لك عليه. فهونيك نهار كان جدي قاعد هيك شايل حط سيجاره بتمه مدلي هيك العلبه، جيت انا عم مد ايدي عم اقول له ايه هاد، عم طلع فيني باي اعطاني هديك الزقره اللي عرفتها، هديك الزقره اللي كيف بدي اقول لك بتخليك هيك ترجف من جواتك. انت طلعت فيه قلت له عم بمزح معك. بيوم من الايام يا شباب انا كنت اوكي لخبركم شغله هتشوفوا انا قد ايه كنت ذكي، كنت السواقير اللي بالعلبه عدهم ليه؟ لانه صح انا كنت دخن، بس كنت خاف انه اذا خيي شاف العلبه، خيي صغير شاف العلبه انه يلعب براسه الشيطان ويروح مدخن. فكنت عد سواقير وين كنت خبي العلبه، رح كنت تسالون وين عم تخبيها على العلبه، اكيد ما عم حطها مثلا بجاروري يعني، عرفت كيف؟ في عندي خزينه بقلبها جاكيتات، فكنت حطها بجيبه الجاكيت اللي من جوا، كنت منقع اكثر جاكيت يعني كيف بدي اقول لك ما بلبسها وهيك جيبتها غميقه. فبيوم من الايام قال لي بيي يلا قوم معي بدنا نروح نوصل عمتك وبدنا نمرق على الصيدليه مدري على الدكانه مدري هيك شيء. قلت له ايه ماشي بابا. فانا اخذت الجاكيت اللي بلبسها دايما يعني، بس اخذت علبه الدخان وحطيتها جوا. ليش اخذتها معي علبه الدخان؟ انا قلت انه خيي خلص بس نرجع تدخن لي سيجاره وكذا وهيك. فحسني بي انه تاخرت، قام قال لي ليك انا حنزل اجيب السياره تاعت عمتي لانه كانت صفتها بعيد، وانت يعني شو اسمه لحقني نزال. فانا دغري يعني ظهر بي ما في دقيقه رجعت نزلت لتحت، قعدت على درج البيت ودخنت سيجاره تحت هيك على روا قبل ما نوصل عمتي. خلصت سيجارتي كذا، وكان عندي هيدي البارفان الصغيره، مش انه بارفان بس مثل هيك بتعمل لها انت مثل ريفل مثل هيك عرفتها نينه صغيره، فصت منها كذا وطلعت مع بي بالسياره. رحنا وصلنا عمتي ورجع اجى صف السياره على كورنيش المزرعه، حد صيدليه مازن، اللي بيعرف بيروت رح يعرفها العيده، حد صيدليه مازن في دكانه.
اوكي، فصف حدا لهيدي الدكانه، اعطاني مصاري وقال لي نزل جيب عصير هيك، عدل لي كم شغله، قال لي جيبهم، قال لي وجيب علبه، قال لي جيب لي علبه دخان الي، وجيب علبه دخان من اللي انت بتشربها. لحظه اعطيكم كونتكست. ايه لما كنت عم دخن السيجاره على الدرج اي بانكت، ليه عم عد هيك سويجير، لقيت في سيجاره ناصه بلشت تخبط على راسي. انا قلت لا يا الله هذا خيي شكله عم بدخن. وانا شو كنت دخن؟ بيي كان يدخن ماربورو ورق، وانا كنت دخن ماربورو ميديوم. اوكي، فاثنيناتهم ماربورو بس في فرق كثير بسيط بيناتهم. فلما كنت مع بيي بالسياره وقال لي نزل جيب علبه دخان لإلي وجيب علبه الدخان اللي انت بتشربها، طلعت في هيك انا قلت له ما بتعرفوا هذيك الضحكه اللي هيك، عرفتوا؟ بابا انا ما إنه شو عم تحكي؟ قال لي مثل ما عم اقول لك نزل جيب علبه الدخان تاعيتي وجيب علبه الدخان من اللي انت بتشربها. قلت له بيي مين قال لك انه انا بدخن؟ عم تطلع فيني هيك، مد ايده على جيبته، شال علبته وشال منها سيجارتين وقال لي اطلع. كنت انا عم بتطلع، قلت له ايه شو؟ قال لي هيدا الدخان اللي انا بشربه، هيدي السيجاره اخذتها من علبتك اللي كانت بالجاكيت. انا طلعت، قال لي ليك الفرق. انا طلعت هيك قلت له لا. هلا انا ديب داون يعني هيك مبسوط انه بيع عرف كنت انه خلص يلا حنصير هم شريتي وكذا، ويلا فنجان قهوه وسيجاره الصبح وهيك، عرفت كيف؟ قال لي نزل جيب العلبه تاعيتي وجيب العلبه اللي انت بتدخنها وجيب باقي الاغراض. فنزلت والله اشتريت الاغراض وهيك وطلعت. قام كمشى هيك للعلبه تاعيتي، قال لي هيدي اللي عم تشرب منها ماربورو يا اخو شليتي؟ ها خواجه. قلت له ايه بيي مثلك طبعا. عرفت شو انا احتلي يعني اكل له راسه، عرفت كيف؟ انه انا بدي اكل له راسه لبيي انه ايه انت الخواجه وكذا وهيك، عرفت كيف؟ عم طلع فيني هيك بيي من بعد ما كنا يعني كان كل حكيه بطريقه كيف بدي لك مش مزح، بس مثل عم يحكي وهيك، في هيدي ضحكه ما في هيدي لانه قوم جيب، عرفت كيف؟ لا كان كثير رواق. من بعد ما كانت حكي هيك طلع فيني هيك قلب مود سوينج، اخذت شليتي معلم. طلع فيني هيك قال لي احمد اخر مره بدي اعرف انك عم تدخن. قال لي احمد ما فيه مزح الموضوع، اخر مره بدي اشوفك عم تدخن. المهم شهرين زمان كنا انا وبي قاعدين يعني وعم ندخن سيجاره مع فنجان قهوه الصبح. ما علينا ما علينا شباب، ما علينا. في قصه يا بعد، في شغله بدي اخبركم اياها. بليله من الليالي لما كان بيي هون انقطعت من الدخان وانا بدي ادخن، خلص بدي ادخن سيجاره قبل ما انام. عرفت شو قلت لكم؟ بيي بدخن مالبورو ورق. فلقيت انه جايب علبه بس ما فتحها قبل ما ينام، تركها مسكره. بظن بوقتها يمكن كان بعده ما لقط. انا بدي ادخن، انا خرمان. اذا بتعرفوا علبه المالبورو الورق تبقى مسكره من هون من النص، واللي بيفتحها ما فيك يعني تفتحها الا من هالميل الشمال او الميل اليمين. فقعدت هيك انا بطلع فيها للعلبه، عمي طبختومي وبالنايلون بس بدي اخذ اسحب منها سيجاره. والشيء الوحيد اللي بعرفه انه بيي ما بعد سواجيره، هيدا الشيء الوحيد اللي انا بعرف. بس اكيد اذا علبه مسكره وانفتحت اكيد حينتبه انه انفتحت. رحت جايب شفره تاعت البرايه وفتحتها للعلبه من تحت، فتحتها هيك بس بدون ما اخزقها، فتحتها مزبوط يعني، عرفت كيف؟ هيك طبقه ورا طبقه. بيرجع من بعد ما فتحت هيدا النايلون بيطلع لك مثل هيك طبقه ورا، وتحتها في طبقه مثل السانيتا لونها هيك فضي، عرفت كيف؟ ففتحت الطبقات كلياتها وجبت، كان في مثل هيك مش ملقط ضافير، مثل هيك شيء للنسوان، هو مثل هيك اذا في مثلا منسر اصبعك او شيء يعني، عرفت كيف؟ تحطه هيك وبتسحبه. المهم شيء يعني بيلقط بس كثير رفيع. ورحت ساحب سيجاره من النص. ليه ساحب السيجاره من النص؟ لانه قلت لكم اذا فتحت العلبه من فوق ما فيك تسحب الا يا على اليمين يا على الشمال، اذا مسحوب شيء من النص ما ببين. فرحت انا ساحبها للسيجاره من النص معلم، ورجعت طبقت الورقه كلياتها وسكرتها. بس اخر شيء هيدي النايلونه ما كانت تسكر. اوكي، فشو عملت؟ رحت جبت سكوتشي صغيره معلم وطرقتها لزقه هون، وما بينت السكوتشي لانه اساسا هي المالبورو الورق من تحت يعني الطريقه اللي بتكون مكبوسه فيها بتكون هيك في كتير ورق يعني، كيف دلك يعني خلاص انه ما بتبين. فهيك كانت هيدي يعني كيف دلك عمليه تهريب ولا بابلو اسكوبار بيعملها معلم. هيدي كانت قصصي مع الدخان. ما تدخنوا برو بليز ما تدخنوا. اذا ما بتدخن ما تدخن، اذا بتفيب بقول لك روح دخن، ايه لانه الفيب اضر بكثير معلم.